أنطق المصري القديم الحجر وأبدع فناً يضاهي المعجزات. وامتداداً لقدرة المصريين على تطويع الصخر وعمل أشكال فنية منه، كما كان عليه المصريون القدماء عند إنشاء المعابد والمسلات منذ آلاف السنين، تأسس سمبوزيوم أسوان للنحت في عام 1996 على يد الفنان الراحل آدم حنين. ويعد هذا السمبوزيوم الأقدم في المنطقة العربية للنحت على الأحجار. يشارك فيه العديد من الفنانين والمثالين والنحاتين من مصر ومختلف دول العالم، لتساهم أعمالهم الفنية في إنشاء أكبر متحف مفتوح للنحت بالصخور على أرض أسوان.